انتقلت من واقع الى اخر. هو حلم كل شاعر انه يقرا له باسم الكربلائي. انا لو هذا الكلام قد يكون ما احكي له ما قاري لي حجي باسم الكربلائي، هذا الصوت الرائع والاول هو رقم واحد بالعالم الان بالقضيه الحسينيه. لو ما قاري لي قد يكون ما اتكلم بهذا الكلام، بس بعد ما قرا لي لا اقدر اتكلم. حلم اي شاعر يقرا له باسم الكربلائي، خصوصا شعراء الحسينيين فعلا. وتيقنت وصرت على يقين انه اذا ماكو توفيق من الله سبحانه وتعالى ما يقرا باسم الكربلائي فعلا. لانه انا علاقتي بعبد الخالق المحنى هذا الانسان الطيب والرائع، تحياتنا له ابو كرار، علاقه طويله الامد. لكن بعد وفاه امي صارت علاقتي بالنجف علاقه قويه، اروح ازور. فشافني هو انا اعيش اجواء مختلفه عن ما كنت اعيشه، فبقى مراقبني. والدليل انه يوم من الايام دخل وياي للامام علي عليه السلام نزور، وشافني ابكي وشافني اشد الرايه للامام علي. قال شنو هاي؟ قلت له انا عاهدت الامام علي انه بعد يعني لازم اسوي نقله بحياتي. تمام. قال لي زين مو انت جمهورك وناسك؟ قلت له بالعكس هم راح يحترموني اذا اكون صاحب قرارات. بالضبط. انا النجوميه ما اريدها، الشعر ما اريده. انا هو الابداع يوصلك للكل بكل الحالات. بالله العظيم الابداع ما مختصر على الاغنيه ولا على انا ما اتجهت هذا الاتجاه حتى يقرا لي ملا باسم، والله العظيم صادق. زين، بس انا يعني اذا اقدر وتسمح لي ابو ود تخليني اخذ راحتي بالكلام. كلش على راحتك. عبد الخالق المحنى قبل 3 اشهر قال لي اكتب خل اراويهم الملا باسم. هو الرجل يقول لك اراويهم، قد يكون يقتنع او ما يقتنع. صحيح. يعني قلت له الله كريم، خابرني ورا شهر وين؟ قلت له الله كريم. يعني انا ما خايف بصراحه انه ملا باسم قلت لك هو رقم واحد. صحيح. فذاك اليوم رجعت من الزياره والله نايم، اقسم بالله العظيم على كل حرف اقوله صادق، نايم بملابسي بعدني تعبان. واذا بالحلم حجي باسم يعني بالرؤيه يقرا المستهل ويقول للشاعر احمد خلف الذهبي، مو احمد الذهبي، والله باسم ابوي. قعدت ابكي. اهلي قالوا شف سلامات، قلت لهم والله هذا اللي صار والمستهل ما حفظته. فانا ابكي على هذا الموضوع. خابرونا على مهرجان بالعماره، خلصت اريد اختصر لك الموضوع، نزلت اجى ولد سلم علي. قال اخوي شايف سعد محمد الحسن بالحلم. حلو. فقايل له تسلم على احمد خليه يكتب قصيده على السيده رقيه. الله يرحمه. قالوا الولد اخاف لان ما مسوي الموكب اسمه دمعه رقيه. كل سنه والدته الله يرحمها موجوده وهي قلت لهم احتمال. رجعت بالليل خابرني السيد عبد الخالق المحنى قال لي سبحان الله، قال لي فاتح نت؟ قلت له لا. قال افتح نت لان لقيت لحن. وقال لي اكتب من نال الصبح تدز لي المستهل واول بيت. كتبت والله بالله شعور ابوي، والله العلي العظيم صادق. لقيت القصيده مكتوبه للسيده رقيه عليه السلام. سبحان الله. دزيتها له قال حلوه بس خليه يقعد الملا ويسمع. دز لي قال كمل. حلو. اكمل يكتب لي يا مسهل الامور يا الله. شنو؟ قال الملا حب القصيده كلش حلو وغير لحنها. اللحن الدازله غيره على ضوء الكلام. بس قال لها ايش وقت تنقري؟ استشهاد السيده رقيه صفر. احنا اليوم بعد 17 محرم. واذا بتوفيق الهي يوم 18 يقراها بحسينيه داوود العاشور، هذا المكان اللي عليه انظار العالم كله. زين، هنا وين صار التوفيق؟ باسم يقراها ويقدم تاريخه ويغير اللحن على مود الكلام والمكان. حسينيه داوود العاشور. فانا صار عندي يقين انه اذا الله سبحانه وتعالى ما يريد يوفقك ما يوصلك لهيك مكان. فعلا. فبعد فعلا. هذا التوفيق يا رائد انا بصراحه ما تفاخرت بحياتي فعلا. على انجاز مثل هذا الانجاز، لانه الكتابه للحسين فخر. فعلا. احنا مشينا هواي بفقره فيسبوك وعبرت عن كل اللي تريده. اي والله هذا الحكي بقلبي ان شاء الله. فتحيه لعبد الخالق المحنى. انا بصراحه قلت له انا اشكرك هذا جهودك. قال لا والله، قال والله هو انسان رائع وذكر هذا الموضوع بالبرنامج. اكو ناس تتصور عليه العكس. قال والله حجي باسم اذا اقتنع بالقصيده يقراها بعيدا عن الشعر بعيدا عن التفاصيل. احييه على روحه ونكران ذا.